ازيكم؟ كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم ينعاد علينا وعليكم دايما يا رب بالخير واليمن والبركات. من الحاجات اللي لازم دايما تكون موجودة في الفريزر عندنا بتحسسنا كده بالأمان في أي وقت عايزين نعمل أكل، وهي اللحمة المتعصجة. هنعملها مع بعض بطريقة سهلة جدا، وهنضيف لها كمان شوية إضافات هتاخدها في حتة تانية خالص وتديها طعم مميز ومختلف لتفريزات رمضان وكمان لطول السنة. بس قبل ما ابدا معاكم فيديو النهارده، لو انتوا اول مره تشوفوني انا فاتن عوض، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، ويلا بينا نبدا مع بعض. نسمي بسم الله كده ونبدا. انا عندي هنا ده كيلو من البصل قطعته مكعبات عشان احنا النهارده هنعصج كيلو من اللحمه المفرومه، فهنضيف قصاده كيلو من البصل عشان نزود الكميه وكمان هيديه طعم حلو جدا. بعد ما قطعنا البصل مكعبات هنجيب الكبة وهنزل بكل كمية البصل وهنفرمها فرم ناعم علشان البصل يختفي كده مع اللحمة وياخد من طعم اللحمة، وكمان الناس اللي مش بتحب البصل مش هتحس بطعمه خالص كمان في الطريقة دي. خلصنا كل الكمية هنفرمهم بالشكل ده. بعد ما البصل بتاعي اتفرم فرم ناعم زي ما انتوا شايفين، هتلاقوا الكمية بتاعته كمان قلت شوية. يلا بينا نجيب الاول حاجة. عندي هنا ده كيلو من اللحمة المفرومة، ممكن تستخدموا لحمة حمراء ما فيهاش اي نسبة دسم او فيها نسبة دسم زي ما انا مستخدماها، بس كل ما كان فيها دسم كل ما كان العصاج طعمه احلى، وكمان لما بندخله في اي وصفة بيديها كمان طعم حلو جدا. هنجيب بعد كده في طاسة على النار، طاسة سخنة جدا، هننزل بشوية من الزيت أو شوية سمنة وبسخنهم كويس جدا مع الطاسة قبل ما انزل بكل كمية البصل اللي فرمناه. نزلنا بكل كمية البصل على الزيت أو السمنة بعد ما سخنت كويس جدا. أهم حاجة الطاسة تكون سخنة. ببدأ بشوحهم كده مع بعض، ما بضيفش أي حاجة، لا ملح ولا أي حاجة في الأول. أنا بس هنتبلهم مع بعض لما هنضيف اللحمة بعد كده. هقلب البصل كويس جدا لحد ما يتشوح وتلاقوا كده لونه اختفى وبقى لونه ذهبي شفاف خفيف كده، مش عايزينه ياخد لون خالص قبل ما نضيف عليه اللحمة المفرومة. هو ده بالشكل ده زي ما احنا شايفين. البصل بقى شفاف وهتلاقوا كمان كميته بقت اقل من الاول، طبعا كمية المية اللي فيه بتتبخر والسوائل بتاعته بتقل. هننزل عليه بعد كده باللحمة المفرومة بتاعتنا. طبعا اللحمة نكون فرمينها على طول، او لو في الفريزر نخرجها كمان تفك تكون فكت تماما. هبدأ كده هقلب اللحمة مع البصل، هنسيبهم ياخدوا يدوا مع بعض واللحمة تختلط مع البصل وتبدأ تاخد لون كده وتتكرمل من كل الجوانب، واضمن ان كل حاجة اتسوت التسوية المظبوطة. اول ما اللحمة اخدت اللون بالشكل ده واتكرملت زي ما احنا شايفين كده، خلاص هنبدأ نتبلها مع بعض. انا اللحمة المتعصجة مش بحب اتبلها بتوابل كتيرة علشان ما تغطيش على طعم اللحمة ويبقى طعم التوابل هو اللي باين اكتر. على الكمية اللي معايا هنا نزلت بمعلقة كبيرة مليانة من بهارات اللحمة أو السبع بهارات، وكمان على الكمية دي نزلت بمعلقة كبيرة من الملح، وهنزل كمان بمعلقة صغيرة كده مليانة من الفلفل الأسود المطحون. دي كل التوابل وكل البهارات اللي هنضيفها. لو حابين ممكن نزود بس رشة صغيرة من القرفة، مش أكتر من كده. ما تزودوش أي توابل تانية عشان تفضل اللحمة محتفظة بالطعم بتاعها. هقلبهم كده مع بعض كويس جدا لحد اما يختلطوا. مش هنضيف اي حاجة تانية، لا مية ولا صلصة ولا اي حاجة، لان احنا عايزين اللحمة دي تكون الاساس لوصفات كتير هنستخدمها مع بعض ان شاء الله. كده اللحمة بتاعتنا خلاص بقت جاهزة واتعصجت واخدت اللون الحلو وبقت مستوية كمان. هننزلها من على النار، وعشان هنبدأ هنعمل اكتر من خلطة هتغير من طعم اللحمة دي، وكمان هتزود الكمية وهنستخدمها بقى في كل خلطة لوصفة مختلفة. هنسيب اللحمة أهم حاجة قبل ما نستخدمها في الخلطات إنها تبرد تماما قبل ما نبدأ نضيف عليها باقي الإضافات اللي هنضيفها مع بعض. طبعا وزي ما انتم شايفين الكمية ضعفت جدا معايا، كيلو اللحمة عمل كمية كبيرة ما شاء الله. هنقسمه على 5 أجزاء مع بعض علشان نضيف زي ما قلت لكم الحاجات اللي هنضيفها عليه. هتلاقوا هنا انا قسمتهم على 5 اطباق. عندي حطيت اول جزء منهم في طبق فويل، هنسيب منهم جزء سادة، وباقي الحاجات كمان هنضيف لها اضافات تانية تغير منها. على اول طبق عندي من اللحمة المتعصجة، زي ما قلنا نتأكد انها بردت قبل ما نضيف الحاجات اللي هنضيفها عشان ما تتبلش.
اول حاجه هنا عندي كوبايه من الفلفل الالوان المتقطع مكعبات، هنزل بيه على اول كميه من اللحمه المفرومه وهقلبهم مع بعض. الخلطه دي تقدروا تستخدموها في حشوات كتيره جدا، في حشوات الجلاش او السبرينج رولز او السمبوسه وحاجات كتيره جدا كمان، بتكون مناسبه جدا وطعمها حلو. تاني خلطة معانا أو تاني جزء معانا هنضيف عليه، عندي كوباية من البسلة والجزر، جزر متقطع مكعبات، بسلقهم على النار لمدة 5 دقايق وبصفيهم كويس جدا، وبنزل بيهم على خليط اللحمة المفرومة. الحشوة دي برضو مناسبة جدا مع البطاطس المهروسة، مع وصفات. احفظوا بس الفيديو، طول شهر رمضان هنعمل شوية وصفات مختلفة جدا جدا بالخلطات بتاعتنا دي. دي تاني خلطة كده معانا جاهزة. تالت خلطة معانا بقى دي مختلفة شوية، هنزل عليهم هنا بمشروم متقطع مكعبات صغيرة، شوحته في معلقة زبدة وحد ما أخد اللون المتكرمل، اللون البني الحلو ده، وهقلبه مع اللحمة. المشروم من الحاجات اللي مش هتحسوا بطعمه أصلا مع اللحمة، مليان بالبروتين وبيدي قيمة غذائية عالية جدا، وكمان طعمه حلو جدا، وكمان بيزود كمية اللحمة بتاعتنا. دي 3 الخلطات اللي احنا عملناهم اهم بقوا جاهزين، اللي بالفلفل الالوان والبسله والجزر، وكمان الخلطه اللي بالمشروم. عندي هنا جزء كمان ساده، والجزء ده في الطبق اللي انا سبته على جنب ده هنعمل بيه حاجه وصفه كده حلوه ان شاء الله ما بنستغناش عنها طول شهر رمضان. الفيديو اللي جاي ابدأوا بعد كده قسموا الخلطات بتاعتكم في أطباق فويل بالشكل ده، وغلفوها واكتبوا على كل طبق منهم اسم العصاج فيه، سواء فلفل ألوان أو بالمشروم أو بالبسلة والجزر على حسب الحاجة اللي موجودة، عشان تعرفوا بعد كده تخرجوها من الفريزر بكل سهولة وانتوا عارفين محتوى الأطباق دي ايه. بتخزنوهم طبعا في الفريزر مش بس عشان شهر رمضان، تقدر الخلطات دي تفضل معاكم 3 شهور كاملة في الفريزر، لأي وقت زنقة أو أي وصفة انتوا عايزينها تقدروا تخرجوها على طول وتستخدموها. زي ما قلت لكم احنا هنستخدم الحاجات دي ان شاء الله طول شهر رمضان في طواجن بقى، مكرونات وجلاش وحشوات كتيرة جدا جدا مختلفة، طعمها حلو وكمان بسيطة. هو ده الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه بتاعتنا النهارده وتعملوا العصاج الاقتصادي، وازاي من كيلو لحمه مفرومه طلعنا الكميه دي تكفي كمان عيله كبيره. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم النهارده، اشوفكم على خير باذن الله في فيديوهات جايه ووصفات جايه، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. استنوا مني وصفات كتيره مختلفه طول شهر رمضان باذن الله. كالعاده كنت انا معاكم فاتن عوض، السلام عليكم.